في الحقيقة مؤلم جدا عندما نسمع إلى تأجيل لمؤتمر حوار الوطني. الشارع الكردي يعني كان متحمسا لهذا المؤتمر، ويعني هو يحاول أن يجتمع الأحزاب الكردية ويحافظ على حقوق الشعب الكردي، وهو كان يضغط ولا زال يضغط. يعني في الأمس تابعت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيف أصابوا بخيبة الأمل من هذا تأجيل. الشارع الكردي يعلم جيدا بأننا نمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وهذه المرحلة يطلب منا ككرد وكحركات وأحزاب سياسية كردية أن نوحد خطابنا السياسي ووحدة الصف الكردي حتى نستطيع أن نحافظ على حقوق شعبنا في هذه المرحلة الحساسة. مع الأسف يعني هناك أطراف تتحمل مسؤولية تأجيل تلو الأخرى. يعني سوريا تمر بمرحلة حساسة، مرحلة بناء، ويجب نحن الكرد أن نكون جاهزين لهذه المرحلة حتى نحافظ ونحمي حقوقنا، لكي لا يتم تكرار أخطاء الماضي. المؤشرات على الأرض والمعطيات والمعادلة الجديدة في المنطقة والموازين القوى والتوازنات يعني تعطينا إشارات أو تدل على أن الكرد في هذه المرة في المعادلة وفي موازين القوى، إذا كانوا جاهزين، إذا كان هناك وحدة الصف والخطاب، وإذا كان هناك قوى سياسية عسكرية على الأرض تستطيع أن تحمي حقوق الكرد، فالكرد سوف يحصلون على حقوقهم، لأن في هذه المعادلة الكرد من ضمنها ويلعبون وسوف يلعبون دورا رئيسيا وأساسيا. كما قلت أن الكرد في المعادلة الجديدة في المنطقة، وانعقاد هذا المؤتمر سوف ينعكس بشكل إيجابي جدا، ونحن بأمس حاجة إلى هذا المؤتمر، إلى وحدة صف الكردي حتى نستطيع أن نحمي حقوقنا ولا نضيع هذه الفرصة علينا.